الخدامه بتحط حقنه مخدر في البطيخ وبتدي البطيخ للناس الاغنياء وهم في الحفله، وبيفرحوا هم بتشوفوا البطيخ ومفيش دقايق بيخلصوا الطبق كله، وبعد ما بياكلوا منه كلهم بيغموا عليهم، وبعد ما بتتاكد انهم ناموا بتجيب زميلها الحرامي وبيكونوا عملوا كده عشان يعرفوا يسرقوا الدهب والفلوس، فبيبداوا يسرقوا كل الدهب والفلوس اللي معاهم، وبيقول لها يلا اطلعي دوري فوق وما تسيبيش جنيه فضه في البيت. وبعد ما بيطلعوا بيدخل واحد ومراته وبيلاقي كل اللي في الحفله نايمين وغم عليهم، وبيقول لها احنا لازم نتصل بالبوليس، فبيسمعوا صوت حد نازل فبيعملوا نفسهم نايمين عشان يشوفوا ايه اللي بيحصل، وبيلاقي ان دي الخدامه ومعاها واحد وبيسرقوا البيت كله، واول ما بينزلوا بيلاقي اتنين نايمين على الارض ومعاهم تليفون وذهب، فبيزعل الخدامه وبيقول انت كده مهمله ومش شايف شغلك كويس، وبيقول لها روحي كمان دوري في البيت ممكن تلاقي حاجه تاني، وهو مش واخد باله بيحطوا له دهب في جيبه عشان يوقعهم مع بعض ويبان انه مخبي الدهب في جيبه ويمسكوا ببعض، وبعد ما بتيجي بتلاقي مخبي دهب في هدومه وبتزعق معاه وبتقول انت بتعمل شغل عليا، وبيفضلوا يتخانقوا مع بعض، فالبنت والولد بيقوموا وبيربطوا ايديهم بالذهب وبيتصلوا بالبوليس.